عمرك قعدت تبص على صور الناس على السوشيال ميديا وقعدت تقول انا ناقصني كتير، انا ليه مش زيهم، دول احسن مني؟ طب جربت بقى تشوف الصورة كاملة ولا شفت بس الجزء اللي هم حبوا يخلوك تشوفه؟ المشكلة ان احنا بقينا نقارن نفسنا وحياتنا كلها بلقطة من حياة ناس تانية وننسى نقارن بكل التفاصيل. يعني هو مثلا حاطط صورة عربية جديدة بس ممكن يكون واخد كارد شقيان فيه، هي منزلة صورة على البحر بس يمكن عايشة وجع محدش حاسس بيه. السوشيال ميديا دي بقت معرض صور مش معرض حقيقي أبدا، واللي يقارن نفسه بصور لازم يتوجع من جواه. المشكلة إنك بتقارن لقطة بحياتك ونفسك اللي فيها تفاصيل كتير. لو عايز تقارن صح قارن حياة بحياة مش ببوست وصورة. يمكن انت عندك اهل بيحبوك، صحة، راحة بال، وهم محرومين منها. يعني ما تقعدش تبص على نعم غيرك وتقول يا بختهم، لان دي ممكن تكون مجرد متعة الظاهر بتاعها حلو بس جواها اختبار صعب. ربنا اداهم النعم دي عشان يختبرهم بيها، يشوف هيفتكروا ربنا ولا لا، هيشكروا ولا هيتكبروا. فما يغركش القشرة دي لان جواها ممكن يكون في تعب وحساب تقيل قوي. خليك واعي عشان مفيش حد واخد كل حاجة، ولو بصيت على رزق غيرك هتتعب وهتنسى تشوف نعم. اللي بيضحك في الصورة ده مش دايما مبسوط، ومش كل حاجة بتلمع دهب.